مرحبا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج زيارة خاصة تنقلنا هذه المرة إلى دكار. جئت إلى هنا إلى السنغال لألتقي بسيدة نذرت حياتها لنشر الإسلام وتنشئة هؤلاء الأطفال على الدين الحنيف، ولكنها لعبت أيضا أدوارا سياسية حيث قامت بوساطة مثلا بين السنغال وإيران أو بين السنغال والسودان. يسعدني أن أستضيف في هذا البرنامج السيدة مريم إبراهيم نياس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. تيمنا بمريم في القرآن الكريم سماها والدها مريم، وتيمنا بوالدها نذرت نفسها لنشر الإسلام وتعليم القرآن الكريم لأبناء إفريقيا مستندة إلى الطريقة الصوفية التيجانية. والدها هو العلامة الصوفي التيجاني إبراهيم نياس، والذي صار له أتباع ومريدون في معظم دول إفريقيا وعدد من الدول العربية، وصار ضريحه في السنغال مزارا للمؤمنين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بعد وفاة الشيخ إبراهيم نياس أكملت ابنته مريم طريقه أفضل مما توقع، وبدأنا لقاءنا بقصة هذا الوالد. هل يعرفه العرب فعلا؟ يعرفون كثير، لأن والدي هو الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا أعطانا النون أو أمسك بغير حساب. والدي معروف في عالم العربي كله، شيخ الإسلام شيخ حاج إبراهيم، لأنه كان عضو تأسيس في رابطة العالم الإسلام. السبعة الذي أسسوا رابطة واحد منهم. هو واحد من السبعة. نعم، الذي أسسوا رابطة العالم. نعم. وهو كان نائب رئيس. كان على علاقة مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؟ جدا جاوز ذلك. حضرتك كان ابنه هو، لأنه هو من الأسود الذي قام بصلاة الجمعة في الأزهر، هو نفسه، هو وحده، ما في غيره حتى الآن. الأسود الوحيد اللي قام بصلاة الجمعة في الأزهر، في جامع الأزهر. في جامع الأزهر جنبه جمال عبد الناصر. عندي صورة هنا سنراها بعد قليل. وحضرتك تعرفتي على الرئيس عبد الناصر؟ مع الأسف أنا كنت أسافر مع الوالد، ولكن بعد ما توفى عبد الناصر أتيت مع السفر الأول لمصر. نعم. أتينا لتعزية أنا والوالد. من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مرورا بجامع الأزهر وصولا إلى الخليج، كان لوالد الشيخ مريم نياس علاقة قوية بقادة العرب والمسلمين، وقد لا يوجد إفريقي واحد أو حتى مغاربي لم يسمع باسم إبراهيم نياس. وها هو أمير منطقة كانو النيجيري يأتي زائرا لضريح أسياد التيجانية هنا، تماما كما يأتي مريد موريتاني سنغالي يتعلم ثم يعلم عند الشيخ مريم. علي حقا لبست أي تلبيسي، أشيخ تربية أم شيخ تدريسي؟ فالشيخ إبراهيم هو مولود في طيبة ياسين، مكان سقوط رأسه هناك
من والده الحاج عبد الله ووالدته السيدة عائشة. تربى في بيت علم وشرف وكرم وجاه، ووالده جاهد الاستعمار الفرنسي ونفوه إلى غامبيا، ورجع بعد ذلك واشتغل بتدريس العلوم الشرعية والفقه والتصوف. هناك تربى الشيخ على يد والده ونهل من علومه ما لم ينهل أحد من تلامذته الذين كانوا يتوافدون عليه من جميع أقطار البلاد. فكان الشيخ منذ هو يافع بان فيه أنه رجل سيكون له مستقبل زاهر، وذلك ما نشاهده اليوم من نشر الطريقة في جميع أنحاء العالم ونشر الإسلام. فالآن يدخلون الناس أفواجا في الدين الإسلامي وفي الطريقة التجانية بفضل هذا الرجل المجاهد العظيم الذي سخر نفسه وسخر ماله وطاقته ليجوب العالم كله. المولود في طيبة ياسين تحت شجرة ذهب حتى بكين، حتى الصين، حتى بنغلاديش، حتى كل الأماكن. يقول كراشي: بها خلفت أهل مودتي، هم نصروا دين النبي فعالا، قد اعتصموا بالحبل حبل محمد، رجالا وأطفالا نساء وكبارا.